مستشار سابق في جامعة الدول العربية وأستاذ علاقات دولية. سعيد بأن يكون معنا من الكويت فايز النشوان، وهو رئيس مركز الرؤية للدراسات الاستراتيجية وأستاذ في العلوم السياسية. وسعيد بأن يكون معنا من الجزائر العاصمة توفيق بقادة، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر. أهلا وسهلا بكم. أبدأ مع ضيفي من الجزائر باعتبار أن القمة ستنعقد لديكم في الجزائر. هل فوجئت بغياب هذا العدد من القادة العرب في هذه القمة؟ تحية طيبة لك أستاذ مجيد ولضيوفك الكرام. أعتقد بأن لا مفاجأة ولا شيء مفاجئ بما يتعلق بالحضور للقمة العربية، خاصة وأن مقارنة بالقمم السابقة يعتبر ما تم تأكيد حضوره في هذه القمة هو في حد ذاته إنجاز يمكن أن يؤسس لما تسبو إليه الجزائر تحقيقه من خلال إعادة الروح للجامعة العربية. أعتقد كذلك أنه الحديث الكثير في وسائل الإعلام الأجنبية وحتى العربية حول هذا الفشل المحتمل للجامعة العربية، أعتقد أنه كذلك تسويق سلبي لما تسعى وتريده الجزائر وعموم الدول العربية بإعادة الروح لهذه الجسد الميت. وبالتالي لا يمكن أن نقول بأنه هل فشلت الجزائر قبل أن موعد القمة بسبب عدم الحضور، بقدر ما يمكن أن نطرح سؤالا جدليا ومهما كذلك: هل تنجح الجزائر فيما أخفقت فيه القمم العربية سابقا؟ وبالتالي فالفشل هو الأساس في عمل جامعة الدول العربية، وما تسعى إليه الجزائر هو إنعاش للعمل العربي المشترك من خلال وضع أسس جديدة يمكن البناء عليها في التأسيس لمرحلة قادمة، بناء على التطورات الحاصلة على المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى الدولي. هناك الكثير من النقاط الاختلاف بين القادة العرب، وكذلك هناك الكثير من التوافقات التي يمكن أن نبدأ بها من أجل إعادة الاعتبار للعمل العربي المشترك، وكذلك يمكن أن نتجاوز من خلال التوافق في عديد من نعم. القضايا المحورية التي لا يمكن لأحد أن نغفل عليها، وخاصة متعلقة بالأمن الغذائي والأمن الطاقوي والتغيرات المناخية. فايز النشوان من الكويت، كيف تعلق على ما يقوله الضيف في الجزائر؟ أنا أعتقد أن كلمة الجسد الميت الذي يقصد بها الجامعة العربية وضعت في مقبرة ولم توضع في مستشفى لإنعاش هذا الجسد الميت يعني. فبالتالي أنا أعتقد أن المشاكل التي يعني تحصل في الجزائر لديها مشاكل كثيرة مع العرب أساسا، فكيف يعني نتأمل بخروج نتائج إيجابية من بلد لديه مشاكل إقليمية، مشاكل مع جيرانه، مشاكل مع مصر، مشاكل مع يعني اليمن، مشاكل مع دول الخليج، علاقات متنامية مع إيران، علاقات مضطردة مع إثيوبيا، في مواجهة مصر التي حاولت أن تكون على مسافة واحدة يعني في المشكلة الجزائرية المغربية. أيضا لا توجد علاقات أساسا حاليا، أو سحب سفراء وشبه علاقات مقطوعة بين الشعبين أو بين الحكومتين الجزائرية والمغربية. أنت مفروض أنك أنت يعني حتى تنعش أو ترأب الصدع وتصلح ذات البين أن تبدأ بنفسك مع جيرانك، مع البلد القريب منك أساسا. يعني يجب أن أذكر يعني نقطة يعني جدا مهمة، احنا الجزائر نعتبرها يعني يقينا بأنها بلد مهم، ونحتاج أن ونريد أن تقود العالم العربي، أو على الأقل تكون أحد المساهمين في العالم العربي. لكن آخر 3 سنوات أبدت يعني الجزائر تضخم في علاقات سلبية أثرت بشكل مباشر على علاقاتها مع الدول مجلس التعاون والعرب. يعني يكاد لا يكون لديها مع أي دولة عربية لما يوجد لديها مشاكل، إلا اللهم الدول التي هي مرتبطة أساسا مع إيران شكل يعني العراق ولبنان وسوريا. بل أنا أشك أن ربما حتى في المستقبل قد يكون لهم علاقة حتى مع جماعة الحوثي. طيب حامد فارس. طيب تفضل 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 تفضل، هو برنامج تفاعلي قبل أن تفضل. الحمد لله أنه لم يذكر أن هناك مشاكل بين الجزائر والكويت، ويمكن أن يوضح ذلك. وأعتقد أن محاولة التضخيم في العلاقات الجزائرية مع بعض الدول أستاذ، العربية أنا لا خلافات. أتحدث عن العلاقات الكويتية الجزائرية، نحن نتحدث عن العلاقات العربية وليس العلاقات الجزائرية الكويتية التي هي نموذج. إذا أردت أن أنت نتحدث عن العلاقات طيب العربية نحن الكويتية نتحدث عن العرب. الجزائرية هذا موضوع آخر. نعم، نحن
لدينا علاقات نموذجية، لكن أنا أتحدث عن العلاقات العربية التي من الواجب على دولة المقر أن تكون دولة ذات علاقة جيدة مع كل البلدان وليس فقط مع الكويت. يا ليت العلاقة مع الجزائر، بين العلاقة بين الجزائر والكويت هي نفس العلاقة بين مثلا الجزائر والمغرب على سبيل المثال. هذا لا حل. أتحدث كصفة الكويتي، أنا أتحدث كمحلل عربي. تعليقي يا أستاذ، ممكن تسمح لي بأن أكمل تعليقي. أنا قلت شيء إيجابي، أن هناك علاقة إيجابية بين الجزائر والكويت، ولم تذكرها في عرضك للمشاكل التي تطبع العلاقات الجزائرية مع الدولة. هذه تنفيخ في حجم الخلافات. لا أعتقد أن الجزائر هي الاستثناء الوحيد في وجود خلافات مع دول أخرى. لا يمكن أن نجد أكثر من ثلاث دول في الدول العربية لديهم مشاكل سواء مستترة أو معلنة في وسائلها الإعلامية، وبالتالي هذا الطبع الخلافات البينية بين جموع الدول العربية شيء أصيل في العلاقات منذ البداية، والجامعة العربية طالما لا يا دكتور، لكن كمية المشاكل التي ترتبط في الجزائر مع الجزائر مع الدول العربية لا تقارن بين أي دولة وأخرى. يعني أنتم لا يوجد دولة تفوق علاقاتكم مشاكل كثر، يعني مثل سوريا، يعني على سبيل المثال ربما أنتم حتى تفوقون سوريا. يعني هنا المشكلة، يعني لما تقول لي مثلا دولة مثل تونس ليس لديها هذه المشاكل مع مثل المغرب، مصر، دول المجلس، الجزائر لديها مشاكل كثيرة مع الدول العربية. يعني يعني أنت لما تربط علاقات مع أثيوبيا وتضرب على الأمن القومي المصري بالصميم، وتربط مع علاقات مع إيران وتضرب الأمن القومي الخليجي بالصميم، وترتبط بعلاقة مع جبهة البوليساريو وتضرب العمق الأمني للمغرب بالصميم. هذا أمر مش شيء علاقات يعني هنا وهناك ممكن تجاوزها. حامد الفارس، يعني مشاكل مثلا كالتي حصلت مثلا مع مصر وأي دولة أخرى. حامد الفارس طبعا هو عفوا ضيفي في الجزائر، ضيفي في الجزائر، عفوا سأعود إليك الضيف من القاهرة. عفوا حامد فارس أستاذ مجيد. حامد فارس تفضل حامد. إذن مسألة لم الشمل، الجزائر تريد لم الشمل العربي، يعني هي أمنية سهلة التطبيق؟ يعني في ظني وتقديري دعنا لا نحمل الجزائر مسؤولية الفشل العربي على ما يحدث في المنطقة العربية. دعنا نتخيل أن القمة العربية عقدت في مكان آخر غير الجزائر. هل سيتم حل كافة القضايا العربية الموجودة بالفعل على واقع الأرض والمهددة للأمن القومي العربي في ظل زيادة التحديات الكبيرة التي تواجه الأمة العربية؟ هل سيتم لو عقدت القمة في مصر أو في تونس أو في غيرها من الدول، هل سيتم حل مشكلة سوريا وعودتها مرة أخرى للجامعة العربية؟ هل سيتم حل مشكلة ليبيا؟ هل سيتم حل المشكلة والصراع الجزائري المغربي الذي أثر على واقع الأرض بشكل كبير، الذي أثر بشكل كبير على مجمل الأحداث العالمية، في ظل أننا نعاني كمنطقة عربية بشكل كبير جدا من حالة من الضعف والتشرذم على كافة الأصعدة على كافة المستويات؟ دعني أؤكد لك أن القمة العربية الحالية ورغم الجهود الكبيرة التي قامت بها الجزائر للعمل على لم الشمل العربي، إلا أن هناك معوقات حقيقية على واقع الأرض تمنع من أن يكون هناك موقفا. الصوت قطع. أنا أسمعك تفضل. طيب تفضل ضيفي من الكويت تعليقا على ما قاله الضيف من القاهرة. لا يعني هو هل ستكون لو كانت هناك قمة في غير الجزائر ستكون هناك حالة أفضل؟ طبعا ستكون هناك حالة أفضل. بالمناسبة نحن نريد أن تعود سوريا إلى جامعة الدول العربية. من قال أن لا نريد؟ سوريا بلد مؤسس لجامعة الدول العربية، لكن هناك آلية يجب أن نلتزم فيها. هي هذه المشكلة. الجزائر تريد أن تفرض أن عودة النظام السوري بدون أي شرط أو قيد، وهكذا يعني. أيضا يعني هل تعلم أو لا تعلم، كادت أن تدخل الجزائر في خضم هذه الإصلاح أو لم الشمل الذي يريدونه جبهة البوليساريو كجزء من قضايا العرب، وهي مسألة
يكاد هي من المسائل يعني الفريدة والقليلة التي يتحد فيها العرب في مواجهتها. نحن لا نعتبر إلا جبهة البوليساريو إلا خارجة عن القانون، ونعتبر أنها الصحراء جزء من الأراضي المغربية. هذا قولا واحدا، يعني هذا يتفق عليه العرب. والمسائل الأخرى الكثيرة، طبعا الجزائر لديها مشاكل، لكن يجب أن نشير إلى مسألة مهمة. هل الجزائر تملك أن تغير من هذه المعادلة؟ نعم تملك. كيف ما تملك؟ بلد مثل الجزائر الذي قدم مئات الآلاف من الشهداء، بلد مثل الجزائر الذي آبائي لما جاءت في الكويت في الخمسينات المناضلة الجزائرية جميلة بحيرد، اللي يستقبلونها بالتصفيق واعتبروها وكأنها قادمة من عصور الأولى للإسلام، واعتبروها بأنها المناضلة هذه النموذج الذي قدمته الجزائر لنا. احنا كنا نقتطع من أموالنا واحنا فقراء وقتها قبل النفط، نقتطع من أموالنا لدعم القضية الجزائرية. أيضا مصر لا يمكن أن ينسى الدور المصري في ذلك، والجزائر لكن الجزائر علاقاتها خلال الفترة اللي طافت هذه سببت مشاكل كثيرة يعني. والمشاهد العربي يجب أن يعلم نحن نحب الجزائر ونعتبر نفسنا جزائريين أساسا. وربما صحيح أن المغرب نحن نرتبط معها بعلاقات نموذجية، لكن الجزائر لا تقل عنها أهمية، على اعتبار أنها دولة نرتبط معها بمصالح نفطية ومصالح أيضا هي تعتبر بوابتنا للعالم الغربي. وهناك إنتاج فكري وعلمي عند الجزائريين ربما لو اكتسح العالم العربي لكفاه. فبالتالي نريد الجزائر أن تقود، لكن السياسات الجزائرية في الواقع لا تعبر عن هذا الشيء مع الأسف، وهذا أنا أتحدث عنه من واقع عروبي. أما لو أسقطتها على العلاقات الكويتية الجزائرية فهي نموذج بفضل الله جل وعلا. الجزائر مع الكويت ترتبط بعلاقات جيدة جدا، وأنا يا ليت العلاقات الجزائرية هذه هي العلاقات التي يفترض أن تكون ما بين مصر والجزائر، أو تكون ما بين مصر بين الجزائر وبقية الدول المغاربية. بل أننا كنا نتمنى في تسعينيات القرن الفائت لما كنا طلبة، كنا نتمنى أن الجزائر تكون شيء ممثل لمجلس التعاون الخليجي، وينجح فكرة مجلس التعاون المغاربي وتقود الجزائر هذه المسألة. لكن مع الأسف هناك تعثرات بسبب تمسك قضية يجب أن تنتهي. يعني هذه قضية جبهة البوليساري والصحراء الكبرى وغيرها، هذه مسألة يجب أن تنتهي. ولا أعرف لماذا يريد الجزائر تغذية هذه المسألة بشكل مضطرد وبشكل ينبئ ربما بوجود. يعني المغاربة بينوا من أيام المسيرة الخضراء في السبعينات وحتى اليوم يريدون الحل بالسلام ويريدون حل القضية بسلام، لكن يبدو أن هناك أيادي جزائرية. ومع المحبة نحن نعتب من باب المحبة ونعتبر نفسنا كمن في بيت واحد، نخرج من باب وندخل من باب من غرفة وندخل من غرفة أخرى، نخرج من غرفة الكويت وندخل في غرفة أخرى. وصلت الفكرة. وهذا اللقاء هو نقاش علمي وليس نقاش شخصاني أو نقاش إني. طيب أكيد الصورة واضحة. حامد، لم يسعفك الحظ، تفضل واصل، لأن دخلنا طبعا في تفاصيل أخرى تابعتها في النهاية لأن انقطع الخط معك. تفضل. طبعا في ظني وتقديري أن الجزائر كان من المفترض أنها تبحث عن قمة مختلفة عن باقي القمم. سعى وتحرك الرئيس عبد المجيد تبون في زيارات متعاقبة ما بين الخليج وما بين مصر في إطار البحث عن إيجاد موقف قوي والتحضير والترتيب لقمة عربية مختلفة. ولكن أؤكد لك يا أستاذ مجيد أن العلاقات العربية بشكل عام هي علاقات متوترة مدفونة لم تخرج على السطح حتى هذه اللحظة. يعني هناك صراعات كثيرة جدا داخل المنطقة العربية فيما يخص الصراعات الحدودية التي زرعها الاستعمار منذ القدم بعد الحرب العالمية الأولى، والتي أثرت بشكل كبير جدا على مجمل العلاقات العربية. وكان لهذه النظرة. أنت لم تسمع ما قاله الضيف من الكويت، لأنه تفاعل معك عندما قلت لو انعقدت هذه القمة في تونس أو في مصر ربما نفس المشاكل ستظهر. هو يقول لك لا يمكن أن نحل بعض المشاكل لو انعقدت القمة في بلد آخر غير الجزائر. طب دعنا نشير إلى قضية مهمة وهي القضية الفلسطينية. هل إذا عقدت القمة العربية في أي دولة عربية غير الجزائر هل سيتم حل القضية الفلسطينية؟
لن تستطيع، لأنها مرتبطة إقليميا ودوليا ببعض القوى الدولية والتي هي لاعبا رئيسيا في المشهد في حل القضية وعودة المفاوضات مرة أخرى. ويتم توحيد العرب خلف قضية مصر مع اثيوبيا. توحيد العرب. يعني لماذا تحصرني فقط في القضية الفلسطينية؟ لماذا لا تتحدث عن قضية مصر والسودان مع اثيوبيا التي لديها علاقات مضطردة مع الجزائر ويهدد أمنك أنت كمصري في الاستراتيجي؟ لا، أنا لا أحصر. أنا لا أحصر. هذه قضية كان ممكن أن تحل. المشكلة هذه قضية كان ممكن أن تحل. أيضا قضايا أخرى ما يحدث في العراق على سبيل المثال، ما يحدث في سوريا على سبيل المثال، ما يحدث في لبنان، ما يحدث في اليمن. القضية الفلسطينية اللي لا، ما أنت بتحمل. يعني أنت كده بتحمل الجزائر. أنت كده بتحمل الجزائر. لا نحمل الجزائر ولكن لا نحمل أحد. لن تخلق هذه المشاكل. طيب تفضل ضيفي من الجزائر. لا تحمل أحد، لا تحمل أحد. طيب تفضل. في ظني وتقديري أنا من قال من خلق العلاقة بين تشاد والجزائر؟ يعني أنا اللي خلقت العلاقة. من الذي خلق العلاقات المتنامية ما بين الجزائر؟ قبل شهرين كان الرئيس الأثيوبي في الجزائر، ماذا يفعل؟ غير تنمية العلاقات الجزائرية التشادية على حساب من؟ أليس يكون على حساب المصريين؟ أيضا من هذه على حساب من؟ ومن يدعم جبهة البوليساريو الذي تضر بالأمن المغربي؟ من هذه؟ نحن لا نتحدث كده. مصر ولا يحمي الكويت؟ نحن لا نتحدث. طبعا يضر في المغرب. طيب خلينا نسمي الامور بمسمياتها. طيب الجزائر لديها مشاكل كثيره اثرت بشكل مباشر على انجاح البلد المضيف ما يمكن ان يسمى انجاح القمه القادمه، بدليل ان لا احد يتحدث عن القمه القادمه. الان حتى الصحافه يعني القمة القادمة بها مشاكل كثيرة. القمة القادمة هي ميراث ثقيل لكل القضايا العربية. الجزائر لديها مشاكل وتنامت مشاكلها، تأتي وتحصرني في القضية الفلسطينية التي لا يمكن حلها على مستوى عربي. هذه قضية تحتاج إلى حل دولي. طيب تفضل ضيفي من الجزائر، تفضل. لا يمكن الحديث مع أنا لم أقل شيئا عشان تتفق أو تختلف. طيب هو اختلاف. يعني لابد أن هو اختلاف الرأي جيد. الميراث الثقيل لكل القضايا العربية هو ميراث ثقيل لكل القضايا الداخلية في المنطقة العربية. صوتي. طيب تفضل ضيفي من الجزائر، تفضل. يبدو أن ضيفك من الكويت صوته قوي جدا حتى أنه يغطي على كل الأصوات التي تتكلم. لو بإمكاننا أن تكون معنا بالقمر الصناعي لا حجزنا لك قمرا صناعيا وتكون أيضا لك وصوتك أيضا سيكون، ولكن بسكايب هذا هو الحل الذي لدينا في الجزائر. تفضل. أنا أريد فقط أن أعلق على ضيفنا من الكويت الذي يبدو أنه متحامل، وعندما يرى بأنه اشتد تحامله على الجزائر يرجع إلى التاريخ. نحن نتطلع إلى المستقبل وما حدث في التاريخ وهو يحدث في التاريخ. أعتقد بأن الكثير من المعلومات التي يستقيها ضيفك من وسائل الإعلام التي تحاول أن تورط الجزائر في كثير من القضايا التي ليست لديها أي علاقة بها. عندما نتكلم عن العلاقات الجزائرية الإثيوبية، الجزائر وإثيوبيا I'm talking you. Yeah, please transfer. جامعة الدول العربية ضمن جامعة الاتحاد الإفريقي، وبالتالي تربط بينهم عمليات تنسيق مستمرة من أجل. أما أن يتم اتهام الجزائر بأنها تريد أن تهدد الأمن القومي المصري والسوداني من خلال المياه، فأعتقد هذا افتراء ليست لديه أي أدلة من الصحة. وكانت الجزائر قد عرضت مسبقا بأن تكون وسيطا بين الجزائر بين مصر والسودان وإثيوبيا، ورحب الجميع بهذه المبادرة، وكانت هناك عمليات اتصال مباشرة من أجل حل هذه المشكلة أو إعطاء وجهة نظر وتقريب وجهات نظر بين الأطراف المتنازعة حتى يمكن الوصول إلى حلول ترضي الجميع. فيما يتعلق بالخلافات الخلافات العربية ليست سببها الجزائر، وليست سببها مصر، وليست سببها الكويت، وليست سببها. هناك رصيد تاريخي من العلاقات الأزموية في البنيوية في تحديد أصلا من هو العدو. أعتقد بأن الجامعة العربية عملت على مدى السنوات حتى اتفاقية كامب ديفيد على تحديد العدو بأنه إسرائيل، وأن هناك كل القرارات التي تصدر هو من أجل دعم هذه المسألة. لكن بعد اتفاقية كامب ديفيد وتوقيع تحول المشهد إلى وجود أطراف من داخل المجموعة العربية لديها صداقة مع من يعتبر بأنه العدو رقم واحد. بكذلك ما يحدث في هذه الأثناء من خلال تطبيع العديد من الدول العربية علاقتها
علاقتها مع إسرائيل، وبالتالي هناك من ينظر إلى إيران بأنها هي العدو، وهناك من ينظر إلى بعض الدول العربية كذلك بأنها عدو. بالتالي لا يمكن أن نصل إلى حالة من التوافق ما لم نجلس على طاولة واحدة ونحاول أن نعزز من ثقافة الحوار كأساس لحلول المشكلات. كثير من المشكلات ناتجة عن سوء الفهم وسوء التقدير لدى الكثير لكن من الجزائر ليست مؤهلة لهذه الطاولة الواحدة يا أستاذي، يا دكتور توفيق. أنا أحترمك وأقدرك، لكن الجزائر ليست مؤهلة لهذه الطاولة لأنها ترتبط أساسا مع الدول التي يعتبرها الجميع عدو، مثل إيران على سبيل المثال، مثل تشاد، مثل كيوبا على سبيل المثال. الجزائر ترتبط معها بعلاقات متنامية. يعني كيف أنت ترتبطي مع إيران بعلاقات استراتيجية وتقول لي تعال والله خلاص تعال قاعد معي بنفس الطاولة وألم الشمل العربي؟ يعني أمر من الخيال. لأسباب تقنية لا يمكن لك أن تقاطع ضيف من الجزائر لأنه بسكايب، وعندما أنت تتحدث هو ينقطع صوته، فنتركه يكمل ثم ستعلق أنت وطبعا حامد. تفضل. كيف يتم تضخيم العلاقات الجزائرية الإيرانية على أساس أنها علاقات استراتيجية، في حين أن ما هو موجود هو تمثيل دبلوماسي فقط؟ لا يوجد هناك أي اتفاقيات استراتيجية فيما يتعلق بالدفاع أو يتعلق بالمجال الاقتصادي والتجاري، وكل هي في مستويات الدنيا، وهو حال كثير من الدول العربية التي تستضيف. طيب خلينا نتفاعل معك. خليني أتفاعل معك. خليني أتفاعل معك. طيب بس البرنامج تفاعلي، خلينا حتى أنا أسأل. أنت تتحدث عن التطبيع مع إسرائيل، يعني دول أخرى سبق لها وأن طبعت مع إسرائيل، ومع ذلك انعقدت أكثر من قمة عربية وجرت في ظروف طبيعية. يعني مصر طبعت مع إسرائيل منذ زمن طويل، الأردن أيضا. أنت تتحدث عن الموجة الأخيرة من التطبيع، هذا قصدك ضيفي من الجزائر؟ لا، أقصد بأن هناك هو عدم وحدوية العدو، وهذا ما جعل من جامعة الدول العربية تغرق في كثير من المشاكل. كل طرف يرى العدو بأن اختلاف في تحديد هوية العدو الذي يهدد النظام الإقليمي العربي، بالرغم أنه هناك تحولات جديدة في النظام الإقليمي العربي. هو في جزئية مهمة جدا يا أستاذ مجيد لابد أن نشير إليها، يعني في جزئية مهمة جدا لازم نشير إليها يا أستاذ. تفضل. هو برنامج تفاعلي قلت لك منذ البداية، هي الجزئية الخاصة بأن إيران وإسرائيل يعني هما وجهان لعملة واحدة وتلعبان على مبدأ فرق تسد. يعني كانت من أوائل الدول التي دعمت عندما أعلنت الجزائر أنها قطعت علاقتها الدبلوماسية مع المغرب. نجد أن إيران من أوائل الدول التي دعمت هذا الاتجاه، وفي الناحية الأخرى نجد أن إسرائيل كانت لاعبا داعما رئيسيا ضد الجزائر على مر العصور. وبالتالي تلك الدولتين تحديدا من يعني مصلحتهم أن يكون هناك شقاق عربي، وهم لعبوا على هذه الجزئية تحديدا في أن يتواجدوا في منطقة مهمة جدا للعالم، وهي منطقة شمال أفريقيا، وبالأخص الجزئية الخاصة بين الجزائر والمغرب، على اعتبار أن هذه المنطقة مهمة جدا لتواجد إيران من خلال علاقاتها مع الجزائر أو السعي لإقامة علاقات مع الجزائر، وإسرائيل أيضا من خلال تواجدها في هذه المنطقة التي تلعب بشكل كبير جدا على تحقيق مصالحها الاستراتيجية من خلال انسجام العلاقات بينها وبين المغرب، وهو ما سعت إليه في الفترة الماضية. والسؤال هو ليش توفر أرض خصبة لهذه الدول كي تتدخل في مثل هذه المشاكل؟ طب لو ما في مشاكل ما كان يوجد. احنا دائما وأبدا أحسنت. دائما وأبدا يا أستاذ مجيد، دائما وأبدا عندما تنظر إلى العلاقات العربية ننظر إلى الجزء الفارغ من الكوب ولا ننظر إلى الجزء المملوء. لابد أن يتم البناء على ما تبقى من العلاقات العربية لأنها بالفعل انهارت في الفترة الأخيرة وتحتاج إلى إعادة صياغة، وتحتاج إلى أن يكون هناك موقفا عربيا موحدا في ظل ما يموج من العالم من أزمات اقتصادية وسياسية كبيرة تحتاج إلى أن يكون هناك توافقا عربيا. هذا التوافق العربي بهذه النظرة الضيقة للأمور، وأن كل دولة تضرب في الآخر وأن كل عربي يضرب في شقيقه، لن تتحقق الوحدة العربية المرغوبة والمأمولة. علينا جميعا أن نتحد حتى وإن كان هناك خلافات فعلية على واقع الأرض، وهذا ليس شعارات. تعظيم وتعزيز العمل العربي المشترك لابد أن يتحقق في ظل ما تعانيه أوروبا من أزمات ومشاكل كبيرة جدا في قطاعات كبيرة جدا، وبالتالي لابد من تحويل دفة الأمور سواء سياسيا أو اقتصاديا من أن تتحول
المنطقة العربية بأكملها إلى بؤرة اهتمام العالم، تتحول إلى بؤرة اقتصادية وقبلة للمستثمرين في ظل أن العلاقات جميعها، يعني لو بصينا للعلاقات المصرية الكويتية هنقول إن هي في أبهى صورها، لو بصينا للعلاقات الجزائرية المصرية أو السعودية أو الإماراتية هتكون جيدة جدا. ليه دائما وأبدا عندما نجتمع جميع القادة العرب على مائدة حوار واحدة تظهر الخلافات، ولكن على المستوى العلاقات الثنائية نجد أنها قوية ومتينة؟ لذلك لابد من أن يتم صياغة لمفهوم الوطن العربي القوي. إذا تداعى عضو في سائر الجسد تداعى له باقي الجسد بالسهر والحمى. طيب فايز النشوان، حتى نتقدم ولا نبقى في هذه الدائرة فايز، يعني كان كثيرون كانوا ينتظرون أن تتغير طبيعة العلاقات خاصة بعد هذه الحرب في أوكرانيا، لأن اكتشفنا أن أوكرانيا وروسيا هي من الدول التي تمثل سلة غذائية. هناك شعوب الآن مهددة بالجوع بسبب ما يجري. إذا كان كثيرون ينتظرون يعني صراحة أن يتحد العرب، أن يفهموا أن يشكلوا فضاء يمكن أن يوفر العديد من الإمكانيات التي للدول العربية هي بحاجة إلى ذلك. لا أتحدث عن دول الخليج، ولكن العكس هو الذي حصل. يا أستاذ، يعني أنا أعتقد أن هذا أمر ضرب من مضارب الخيال، لأن نتحدث عن الواقع. تبي نتكلم على الفكر الناصري والقومية العربية والوحدة هذا كلام أثبت بأنه غير قابل للتطبيق. نحن نتحدث عن علاقات لمنظومة. نحن لا نتكلم، احنا بنتكلم عن العلاقات العربية من خلال المصالح الاستراتيجية المشتركة. احنا بنقول دلوقتي ان لابد ان تقوم العلاقات العربية على المصالح الاستراتيجية المشتركة، كيفية تحقيق المنفعة المتبادلة لكل الدول العربية، وليس قومية أو ناصرية، لأن هذه الشعارات عفى عليها الزمن. علينا أن نتغير وأن يكون هناك تحقيق فعلي للمصالح الاستراتيجية العربية على واقع الأرض. طيب تفضل فايز. أنت يا رجل سويك، أنت حين اعتبرت يا أستاذ حامد حضرتك قبل قليل تتحدث بأن العلاقات الثنائية بين كل البلدان العربية هي علاقات نموذجية، لكن لما يجتمعون تصير في مشاكل. طيب شوف الجزائر علاقتها مع المغرب، مع مصر، مع دول مجلس التعاون. أنت مو قاعد تشوف، أنت مو قاعد تتابع. يعني هل علاقة مصر مع الجزائر هي علاقة نموذج؟ هي نفس العلاقات المصرية السعودية على سبيل المثال، أو حتى علاقات التونسية أو المغربية؟ لا، رغم أن مصر هي على مسافة واحدة بين مصر، بين المغرب وبين الجزائر، يعني اتخذت سياسة عدم الانحياز. لكن الجزائر اتخذت سياسة الانحياز إلى أثيوبيا ضد مصر ومصالح مصر الأمنية، واللي حضرتك تعتبرها شيء طبيعي. وإن الأخ اللي قبل شوي وجد له مبرر أنه قد يكون لا، خلونا نفتح مسار. لا أنا لا أعتبرها شيء طبيعي، ولكن لا أريد أن أحمل يا أستاذ فايز وتضرب مصالح مصر. مصر ليست دولة عادية، مصر دولة نموذجية. عفوا أستاذ، المشكلة في الجانب الأثيوبي. أنت كيف تحمل الجزائر؟ أنت الآن تقف مع الجزائر ضد مصر ثم تقول لي الآن ماني مع أحد. المشكلة في الجانب الأثيوبي وليس في الجانب الجزائري. لا يوجد شيء اسمه إسرائيل. عفوا اسمعني بس، أنا أعطيتك فرصة تتكلم. لا يوجد شيء اسمه إسرائيل وإيران هم على مسافة واحدة أو وجهين لعملة واحدة. لا، إسرائيل هي العدو، هي العدو الأكثر وهي العدو الأول. إيران حالها حال من تركيا. والله تركيا كانت في السابق تهدد أمننا الإقليمي وتتدخل في الشؤون السيادية وتدعم القوى الإرهابية مثل جماعات متطرفة مثل الإخوان وغيرها. إيران تعمل نفس الشيء. أما والله إذا غيرت سياستها فالأمر يختلف. إذا والله تعال جلست معنا في طاولة حوار على جزرنا الثلاث اللي ما زالت محتلة، طنبو الصغرى وطنبو الكبرى وأبو موسى، وتوقفت عن إحداث القلاقل في الشرقية السعودية والبحرين وتدخلها في اليمن، في شؤون اليمن ومصر ولبنان وسوريا والعراق، هذا أمر مختلف. بالعكس هذه جولة جارة. لكن إسرائيل أو ما يسمى بإسرائيل الكيان الصهيوني هو كيان مغتصب لدولة جزء لا يتجزأ من جامعة الدول العربية. هذه المسألة. المنظومة هذه جامعة الدول العربية تأسست على فكرة مواجهة الكيان الصهيوني. وبالمناسبة حتى فقط أنا قرأت لبعض المعلقين، أنا لست مع التطبيع، ليس فقط ضد الإمارات وتطبيع الإمارات، بل كل من ينادي حتى بتطبيع الناعم اللي هو العلاقات الاقتصادية أنا ضده. بس أنا أتكلم الآن عن نفسي. أما الدول
كونها تتصرف مثل ما تصرفت مصر في السبعينات، ومن ثم الأردن، ومن ثم حتى الجماعة في فلسطين لديهم أمر مختلف، هذا أمر آخر. بس نحن كشعوب سنرفض هذا التطبيع حتى تحرير الأرض، هذه قولا واحدا. أما الحكومات كيف عاد؟ هذا أمر يخص الحكومات. كيف نقدر نحل الآن؟ ماذا نريد؟ السؤال اللي يفرض نفسه يا أستاذ، يا أخي العزيز، يا زملائي الأعزاء، يا أحبائي، ماذا نريد من القمة القادمة الآن التي ستعقد بعد أيام؟ أنا أعتقد أن يجب أن يتم توفير الحد الأدنى من صهر العلاقات العربية في قضايا لا توجد قضايا خلافية فيها. يعني لا يمكن مثلا حاليا إقحام عودة سوريا بهذه الطريقة التي تريد أن تقحمها الجزائر، ولا يمكن إقحام موضوع جبهة البوليساريو، ولا يمكن التحدث عن مواضيع ذات صلة في أمن المغرب أو أمن مصر أو أمن غيره، ولا نتحدث عنها بشكل واضح. يجب أن يصل لأثيوبيا بأن العرب كلهم يلتفون خلف مصر قولا واحدا، من ضمنها الجزائر. هذه المسائل، إذا هذا الذي نريده من الإخوان في الجزائر، وما نتمناه ونعتب عليهم فيه، ولا بالنهاية الجزائر قلوبنا في الجزائر وستبقى في الجزائر، ونحن جزائريون ربما أكثر بكثير من جزائريين ينتسبون إلى هذا البلد زورا وبهتانا، وهم مع الأسف يدمرون في هذا البلد. طيب أنا آسف بالنسبة في دول أخرى أو في طيب. ممن يعتقد بأن هدم كيان الدولة يعبر عن محبتهم لهذا البلد. نأسف بالنسبة للجزائر. أعود وأذكر بأن السبب أنك لا يمكن لك أن تتدخل أو تتفاعل هو طبعا سكايب، ولكن سأعطيك الكلمة. تفضل يمكن أن تجيب على الضيف في القاهرة والضيف أيضا في الكويت. تفضل. نعم، ما أريد أن أقوله هو أن العمل العربي المشترك يعيش الآن حالة الأزمة، وتسعى الجزائر من خلال هذه القمة أن تحاول، لها شرف المحاولة، بأن تعيد للتضامن العربي في مختلف القضايا التي يتفق عليها العرب، أن تعود إلى الواجهة وإلى العمل العربي المشترك، وخاصة ما تعلق بالقضايا الإنسانية والقضايا المرتبطة بالغذاء والطاقة. نعم أن البون شاسع، ولا يمكن لقمة الجزائر أن تحقق اختراق في عديد من القضايا، خاصة ما تعلق بالقضايا حتى داخل الدول العربية، ما تعلق بسوريا وما تعلق بليبيا، وكذلك ما تعلق باليمن وما تعلق بالسودان. وبالتالي لا يمكن، لأن هناك أجندات متضاربة للدول العربية التي أمعنت في التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول. أما فيما يتعلق بعلاقة الجزائر مع إثيوبيا وعلاقة الجزائر مع مصر، العلاقات مع مصر الخلاف ليس على مستوى إثيوبيا، لأن مصر تدرك جيدا بأن الجزائر لا يمكنها أن تقف في صف إثيوبيا ضد السودان وضد مصر. هي الخلافات هي مرتبطة بما يحدث الآن في ليبيا، وكثير من المقاربة التي تعتمدها الجزائر والأطراف التي تقف معهم الجزائر، والتي تقول الجزائر بأنها تقف مع الأطراف التي تمثل الشرعية الدولية، مصر تختلف معها. ولاحظنا بشكل واضح ما حدث خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد بالقاهرة حين انسحب الوزير سامح شكري من الاجتماع بعد ترأس وزارة الخارجية الليبية. مع ذلك، مع هذا الحجم الكبير من الخلافات البينية بين الدول العربية، لكن لا يمكننا أن نقف في حالة تفرج، لا بد من التحرك. والجزائر أرادت أن تستغل هذه الفرصة نتيجة للعديد من الاعتبارات. أولا، طول غياب انعقاد القمة العربية، كذلك التحولات على المستوى الإقليمي، وكذلك التحولات على المستوى الدولي، وما أفرزته من ضرورة أن على المجموعات النظام الإقليمي أن تتحرك من أجل حماية نفسها وحماية أمنها الشامل، سواء أو القومي. وبالتالي يمكننا أن نبدأ من خلال هذه القمة على الأشياء التي نتفق عليها والتي لا توجد خلافات عليها. والاجتماع الآن على مستوى جزئية مهمة جدا يا أستاذ مجيد، والآن الاجتماع على مستوى المندوبين يحاولون مهمة جدا لازم نشير إليها، يعني استراتيجية من أجل تجاوز لوضع أسس لعمل عربي مشترك في المستقبل. طيب حامد، أريد لك طبعا يمكن أن تتحدث عن نقطة مهمة تتحدث عنها، ولكن أنت بما أنك أنت كنت تعمل في جامعة الدول العربية، جزئية مهمة جدا جزئية مهمة جدا يا أستاذ مجيد، وهي الجزئية الخاصة بليبيا. مصر عندما خرجت من اجتماعات مجلس الأعلى، اجتماع
على مستوى الوزراء الخارجية العرب، لأن الحكومة التي حضرتها وكانت الوزيرة نجلاء المنقوش خرجت وكانت مدتها القانونية طبقا للاتفاقيات التي تم إبرامها لوجود هذه الحكومة، وهي حكومة عبد الحميد دبيبة، كانت قد انتهت فعليا وقانونيا، وبالتالي ليس لها الحق في أن ترأس اجتماع مثل هذا. مصر تدعم الحل السياسي في ليبيا، مصر لديها رؤية استراتيجية داخل الدولة الليبية في أنها منفتحة على كل الأطراف، ولكن بشرط أن يكون الانفتاح هو انفتاح قانونيا يتفق مع صحيح الواقع والقانون والدستور، وأيضا اتفاقيات الأمم المتحدة التي أبرمت فيما يخص لو دخلنا في الملف الليبي ولكن ليس هناك عداء. مش هنخلص لو دخلنا في الملف الليبي. هذا فيما يخص الملف الليبي. طيب بما انك انت كنت كنت في جامعة الدول العربية، انت يعني منظومة جامعة الدول العربية هي مثل الاتحاد الاوروبي، يعني كل القرارات التي تتخذ يجب ان يوقع عليها القادة أي الرؤساء، أليس كذلك؟ أي أن وزراء الخارجية يرفعون التوصيات. ده بالفعل لابد أن يتم التوقيع عليها القادة من الصف الأول. طيب في غياب، هل سننتظر مثلا أن وزير خارجية البلد الذي سيقاطع رئيسه هذه القمة ننتظره أن يعود إلى بلده ثم يتصل بالجامعة الدول العربية ويقول الرئيس وقع؟ الموقف صعب، وعدم حضور أكثر من ست قادة دول هو يؤدي بشكل كبير جدا إلى مشكلة في جامعة الدول العربية ولا تعرف الإجراءات. لا طبعا، الدولة التي يفوض فيها الملك أو رئيس الدولة، هذه الدولة خلاص يعتبر مفوض عن القرار، يعتبر مفوض في القرار. كيف ما تعرف؟ انت سمعتني كلامي، انت سمعت. لكن المسألة طب انت سمعت كلامي للاخر؟ هل في اجماع في بين الدول العربية هنا؟ انت ما احتجتش، انت حضرتك ما سمعتش انا هقول ايه. انت سمعت في البداية تقول لي الموضوع موقف صعب، سألك سؤال محدد الرجل. طيب لا انا ما قلتش حاجة، انت اللي قلت. قول يا حامد. يا استاذ فايز، سيبنا اكمل زي ما انا بسيبك تكمل. قول يا حامد. سيبنا اكمل زي ما انت انا بسيبك تكمل. يعني فوت لك كده عشان نعرف نتكمل. طيب فيما يخص الموقف أي موقف فيما يخص الجامعة العربية لابد أن يتم بإجماع كل الدول العربية، كل الدول العربية، وليس هناك اعتراض من أي دولة عربية. الموقف الآن هو موقف صعب نتيجة أن هناك أكثر من 6 قادة دول امتنعوا عن الحضور في الجامعة أو في القمة العربية القادمة، وهو ما يظهر أن هناك حتى ولو كان ظاهريا أن هناك خلافا جوهريا في أجندة الاجتماعات وما سيتم البحث والتباحث فيه في الكثير من القضايا محل الخلافات العربية، والتي أرادت الجزائر أن تكون على أجندة هذه الاجتماعات. وكان هناك رفضا عربيا واضحا من أنه لا مناص أو لا اجتماع على أن تكون هذه الملفات على مائدة اجتماعات الجمعية العامة للجامعة العربية القادمة أو للقمة العربية القادمة. طيب ضيفي من الكويت تفضل. أنا أعتقد أن يعني أريد أن أجيب على سؤالك الأولي، ماذا ننتظر الآن في بعد يعني مشاكل؟ احنا لدينا 20 مليون عربي لاجئ بين سوريا وبين اليمن وبين بلدان أخرى، يعني هذا ضرب من الخيال. احنا نتحدث عن كيف نواجه المسائل الحرب في أوكرانيا، يعني مسألة تحتاج إلى إعادة ترتيب أكثر من ذلك في خضم هذه المسألة. طيب في إشارة حق الزميل في الجزائر الذي لم يشير إطلاقا إلى تنامي العلاقات الإيرانية الجزائرية على حساب دولنا، احنا دول مجلس التعاون على سبيل المثال. يعني أعطيك مؤشر بس فقط، الكل يعلم بأن حماس تدار بشكل مباشر من الدولة الإيرانية، واعتبرت حماس هي جزء من الحرس الثوري الإيراني. اللي صار أن تمكين الإيرانيين لجماعة حماس بأنه والله يعملوا حتى تخرج الجزائر بشيء طيب قدام العرب، والله مصالح فلسطين لن تنجح، يعني كما كان يعرف في ذلك. الجزائر ترتبط بعلاقات مع إيران، نريد إذا كانت العلاقات هذه من أجل إصلاح العلاقات العربية الإيرانية مرحبا بها، أما التوغل في يعني أو نسيان ماذا تفعل إيران في دولنا بل في المغرب القريب منك، ومحاولة حتى بل وصلت معلومات استخباراتية قريتها أنا ولا أعرف مدى صدقيتها أن إيران تدرب أجزاء من جبهة البوليساريو في أراضيها، والآن قاعد وصلوا معهم حتى إلى تدريبهم على مسائل مثلا الدرونز ومسائل أخرى، يريدون أن يخلقوا حوثي آخر في الصحراء الكبرى. هل يعجب هذا الزميل في لو صحت هذه المعلومات، هل يعجب هذا أي عربي كان، فضلا عن إخواننا في الجزائر الذين هم عروبيين
أكثر منا وهم أحفاد الصحابة يعني. طيب تفضل الجزائر. لا، أعتقد بأن ضيفنا من الكويت يتحامل بشكل غريب جدا على الجزائر. عندما استضافت السعودية حماس، حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وخرجوا باتفاق مكة، لم تكن حماس حينها بلعبة بيد 2007 أستاذ، هذا أمر مختلف. أنت تتحدث قبل أن تنضم حماس إلى الحرس الثوري الإيراني بال 2011 أو بال 2012. طيب هذا أمر مختلف. حماس نتركه يجيب، نترك الجزائر، ليست حماس، نترك الجزائر يجيب. تفضل. يعني هل سوريا بقى قبل 2011 كانت مستقلة بقرارها قبل الآن؟ هل سوريا تعتبر قرارها الآن قرار مستقل أم هو قرار إيراني بتوجيهات يعني بشكل سوري؟ حماس مختلف أمرها. كنا ننظر لها إلى فصيل مجاهد، لا ننظر لها إلى هي عبارة عن شكل من أشكال جماعة الحوثي، مثل حزب الله، مثل من جماعة الحوثي، مثل الحشد الشعبي في العراق. تفضل. السبب الذي جعل لإيران كل هذا التوغل في الدول العربية سواء في اليمن أو في سوريا أو في العراق، من مكن للإيرانيين إلى أن يكونوا بهذا التهديد الفعلي للأمن القومي العربي؟ ألم تكن سياسات العربي بعض الدول العربية وسياسات جامعة الدول العربية حتى أصبحت جزء من تنامي العلاقات الجزائرية الإيرانية، جزء من تنامي العلاقات الجزائرية الإيرانية، هي ليست وحدها لكن جزء منها. إيران وبين الجزائر فيما يتعلق بالتنسيق الأمني أو التنسيق الاستراتيجي. أنا لست متحاملا بالمناسبة، لكن أنت تسألني وإحنا نتحدث عن الجزائر، فهذه مناسبة أن يعرض لك إياها من باب الموضوعية. والله لست متحاملا، والله إني أحب الجزائر وأحب شعب الجزائر، لكن هذه مسائل يا جماعة لا تحتمل المجاملات. إليه الآن لا، كرر جملتك لأن نسمعك، لأنك أنت دائما صوتك لا يصل بسبب سكايب. تفضل. ماذا قلت آخر جملة؟ قلت بأن ما وصلت إليه هذا التهديد الإيراني، وأنا ضد ومناصر لأن إيران كذلك مهدد فعلي للأمن القومي العربي، لكن ما وصل إيران إلى أن تحتل 4 دول عربية وأن تكون لديها قرار سياسي فيها سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في بعض دول الخليج الآن التي لديها نفوذ كبير على المستوى الشعبي. هو هذه السياسات العربية التي دائما ما كانت تختار الآليات الخطأ من أجل إضعاف الدول العربية وجعلها مرتعا للمجموعات الموالية لإيران. رأينا تنوعا في الأفكار هذه الليلة في نقاش الشق لفريق البرنامج. الشكر من القاهرة لحامد فارس، انتهى البرنامج. مستشار سابق بجامعة الدول العربية وأستاذ العلاقات الدولية. الشكر من الكويت لفايز النشوان، رئيس مركز الرؤية للدراسات الاستراتيجية وأستاذ علوم سياسية. والشكر من الجزائر، ونأسف دائما لسكايب لتوفيق بقعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر. وأعود وأكرر لك، نحن دائما نطلب أن يكون الضيف من الجزائر عبر الأقمار الصناعية، إذن لو فيه إمكانية نحن نطالب بذلك. الشكر لفريق البرنامج، أمسية مريحة للجميع.